يا بنت حقيقي بتفكري في الحاجات دي وانا اللي فاكرك مؤدبه. صديقي العزيز اللي عدى بمراحل كتير جدا واختبارات منهكة ونجحت فيها واتجوزت بأعجوبة. تعال بقى أقول لك مراحل الجواز الأربعة. أول مرحلة هي المرحلة الطاووسية، والمرحلة التانية هي المرحلة الأسدية، والمرحلة التالتة أعزكم الله هي المرحلة الحميرية، والمرحلة الرابعة هي المرحلة الكلبية. المرحلة الطاووسية ودي يا معلم بتكون في بداية الجواز، بتبتدي من ليلة الفرح لحد آخر يوم في شهر العسل، يعني الزقططة كلها، وتحس إنك متجوز رؤى. طبعا أنت عارف رؤى. يا خبر، ده انا روحي فداك، انا ملك ايديك. والمرحلة دي بتسلم على المرحلة اللي بعديها اللي هي المرحلة الأسدية. فاكر رؤى؟ انسى بقى الجو ده خالص، وألف ألف مبروك المدام حامل. طبعا ربنا يعينها، وكل الستات عارفة يعني ايه حامل، حتى الست والدتك. انت الوحيد اللي ما تعرفش يعني ايه ان الست بقت حامل. بس انت بتبقى ماشي في الشارع مع المدام بتقول في نفسك كده بضحكة المنتصر انا اللي عملت كده. وبتبص لروحك فجأة تلاقي عندك لوجي ومالك وربنا يخليهم، وتلاقي نفسك في المرحلة التالتة. فاكرها؟ يعني لازم بتشتغل بطاقتين فوق طاقتك عشان لوجي ومالك، وما تنساش طبعا ياسين اللي جاي في السكة. هتقعد في المرحلة التالتة دي فترة لا تقل عن 23 25 30 سنة، وتخلص الجامعة واشتغلوا كمان. هنا انت بتحس لوحدك كده انك داخل على المرحلة الرابعة بقلب كده وتجديد للطاقة، وفجأة بتلاقي نفسك تحولت للحارس للعقار أو البيت اللي انت ساكن فيه. خلاص بقى لوجي اتجوزت وخلفت، وأحفادك بيطلبوا منك تشيلهم على ظهرك. صديقي العزيز، مفيش أحسن من إنك تعيش حر. يا ابن الحلال، السنجلة هي الحل. عيش سنجل تموت مستور. سنجل ومبسوط بحالي، لا محبوب ولا غالي، بلا حب وبلا بطيخ، وبحبك يا جوالي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.